خلينا بس في البداية نقول لكم إن إحنا هنقسم الفيديو ده لجزئين. الجزء الأول إن إحنا هنبارك للمنتخب المغربي للشباب على صعوده لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عام، وده طبعا الصعود للنهائي ما جاش من الصدفة ولا حاجة، بالعكس في دور المجموعات قدر إن هو يفوز على منتخب البرازيل ومنتخب أسبانيا، وتباعا قدر إن هو يفوز على المنتخب الأمريكي والكوري الجنوبي، وآخرهم فاز على منتخب فرنسا بضربات الجزاء في الدور قبل النهائي، وبالتالي صعد لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عام. طبعا كل اللي أنا حكيتهولك ده بيدل على ان في تخطيط صح في الكرة المغربية. اللعيبة عندها اصرار وعندها تأسيس قوي جدا في كرة القدم، ما عندهمش طبعا محسوبية ولا واسطة ولا ابن فلان ولا ابن علان، فبالتالي دي النتيجة الطبيعية لنظام محطوط صح وخطة واستراتيجية قدرت ان هم يوصلوهم للنهائي. غير طبعا المنتخب الاولمبي بتاعهم السنة اللي فاتت ووصل وحصل على البرونزية في اولمبياد باريس 2024. كمان المنتخب الكبير اخذ رابع العالم في كأس العالم في قطر 2022. فانت كده لما تيجي تبص على الاعمار السنيه لمنتخب المغرب بتلاقيها متفوقه الحقيقه في كره القدم، وقد ايه قدروا ان هم ياسسوا ويعملوا نظام كويس جدا، وبالتالي النتيجه النهائيه هتلاقيها مميزه وممتازه. على العكس طبعا لما تيجي تشوف الكره المصريه الحقيقه هتلاقيها فيها تخبط، هتلاقي فيها واسطه، محسوبيه، علاقات، اختيار حتى المدربين واللعيبه بناء على المعارف والاحباب. ده طبعا نتيجه طبيعيه جدا للكره المصريه. لما تيجي تبص حتى على المستوى التنافسي في الدوري المصري، كمان المنتخب مصر على مستوى الاعمار اللي فيها بتلاقي فشل واضح وصريح. هتلاقي بالظبط 6 7 مدربين هم اللي بيلفوا على المنتخبات في الاعمار السنيه. هتلاقي المدربين من ساعه ما اتولدت لحد ما تموت هتلاقي هم المدربين دول عمالين يلفوا على المنتخبات، ولما تيجي تبص على النتيجه النهائيه هتلاقي فشل ذريع بكل ما تحمله الكلمه. فاتمنى ان احنا بس نوصل لربع المغرب ويكون عندنا خطه واستراتيجيه ونحاول نعمل حاجه للكره المصريه، لان طبعا كل ما نسمع المسؤولين عن الكره المصريه يقول لك احنا جايين عشان نطور وجايين عشان نخلي الكره المصريه في حته تانيه، ولما تيجي تبص على ارض الواقع بتلاقي الدوري المصري حتى كمان الناس ما بقتش مهتمه، خلاص بقت كلها انديه شركات، ما فيش انديه للجماهير، وللاسف ما عندناش مهنيه في الاعلاميين بتوعنا او الصحفيين او اي حد ليه علاقه بالرياضه. اتمنى الناس اللي مسؤوله بس يكون عندها ذره من الضمير وتخجل من نفسها من اللي عمله منتخب المغرب للشباب وان هو وصل لنهائي كاس العالم.